الإمبراطوريات اللي مروا على التاريخ كانوا يخرجون يعني وزراء خونة ويقتلون سلاطينهم ويكتبون تاريخا يوازي لهم. هذه الدولة الجزائرية بعد ما فشلوا على أنهم يثبتوا تاريخهم ويثبتوا نسبهم وهويتهم، لذلك بدأوا الآن يكتبون تاريخ على أفواههم ويوهمون أنفسهم على أنهم قوة ضاربة وقوة إقليمية تستطيع كتابة التاريخ بسواعد جزائرية. هذا مع العرب فقط، يظهرون أنيابهم لإخوانهم العرب المسلمين الذين يتعاطفون معهم، لكن أمام أمهم فرنسا صنيعتهم ينحنون ويقبلون أيدي ماكرون، كما رأينا في قنواتهم الإعلامية لما جاء ماكرون إلى الجزائر وقام بشتمهم في فرنسا وقال أن لا هوية لهم ولا قومية لهم ولا أم لهم. لذلك من بعد ما طلبوا منه الاعتذار رفض، قال مستحيل أن أعتذر لهؤلاء الشعب الجزائري الهجين. ومن بعدها جاء إلى فرنسا وركعوا له يعني تجول في شوارع الجزائر كما يحلو له، حتى أنه أحضر لهم أبناء أجندتهم الخونة اللي جاوا أخذوا يعني أسهم كبيرة في الشركات الجزائرية اللي هي مسيطرة على الاقتصاد الجزائري وبما يسمون بمجموعة الحركة. لكن هذا الشعب الجزائري المغيب لا يعلم أن الحركة الحقيقيون هم من يحكمونهم ويسهلون يعني عملية الولوج إلى اقتصادهم عن طريق فرنسا لهؤلاء أولاد الحركة التي تكرمهم فرنسا في الجزائر، المقاطعة الفرنسية ديالها. إذن هنا الآن نعلم علم اليقين أن هؤلاء الجزائريون حتى رؤساء هم يقولون على أن عندهم أزمة هوية وأزمة رجال وأزمة تاريخ. لذلك الآن يريدون الاستيلاء على تاريخ الدول ويريدون الضرب في القومية ديال الأمة العربية والإسلامية، حتى أنهم يدنسون الدين الإسلامي. لذلك يريدون كتابة تاريخ يعني مليء بالخيانة من هذه المقاطعة الفرنسية على أهوائهم، لكنهم لن يغيروا شيئا في الواقع. تحياتي لكم. مداخلة بسيطة من عند خوك كمال، أخي بطار وأخي أبو تركي. قلت أن العين لا تعلو على الحاجب، والله يعني كلنا سواسية، يعني عندنا زاد معرفي قليل بسيط، أنت تفقه مني أشياء وأجهل أشياء ونحن كذلك نكمل بعضنا. تحياتي لكم وأنا معكم إلى مداخلة أخرى إن شاء الله. أهلا وسهلا، تفضل أبو تركي. طبعا هم من يدعون الفضيلة والرذيل أو يدعون الفضيلة. أنا للأمانة قرأت خبر جديد وهذا الخبر فعلا ألمني. يتحدثون عن أن هناك أوثان في المملكة العربية السعودية، وعندما بحثت عن هذا المصدر لم أجده في المملكة العربية السعودية. يعتبر تمثال عين الفوار الذي يقع على نافورة بنية سنة عام 1898 من قبل النحات الفرنسي فرانسيس دوسانات في دال، أحد أهم المعالم في الجزائر. هل أحد أهم المعالم في الجزائر تمثال عاري؟ هل هذه حضارتكم؟ نعم، صدق هذا الفرنسي لأنه كانوا يستخدمون نساءكم في ذلك الوقت، والملفات الاغتصابات كثيرة جدا. فأنا أرى العجب للأمانة أن هذا التمثال الذي تفتخرون به رجل عاري وتزورونه وتتصورون معه وتتصورون أمامه. وأكد المصدر، ولكن منذ وضعه حتى الآن لا يزال هذا التمثال محل جدل في الجزائر، حيث يطالب البعض بإبعاده. لماذا لم تبعده الحكومة الجزائرية؟ ألا تتجرأ أن تبعده؟ لأن من وضعه هو النحات الفرنسي فرانسيس. نعم، لأنكم جبناء لا تستطيعون مخالفة أمكم فرنسا. فأتمنى من الجزائريين أن يذهبون إلى هذا التمثال الجميل الذي يعي ثقافتهم ويعني حضارتهم. وإذا رأينا للرجل العاري فهو يمثل حضارة الجزائر الحالية بأيدي وأيديولوجية فرنسية سابقة من عام 1898. جميل جدا. أنا للأمانة أنا أشكر الأخوة الجزائريين بأنهم فعلا يحبون هذه الأشياء وينكرون الدعارة المقننة لديهم، وينكرون 45 ألف طفل يقذف به أمام براميل الزبالة، وينكرون هذه الأشياء كلها. ولديهم الآن تمثال يمثل هذه الحركة. وأتمنى من الجميع أن يذهب إلى مؤشر البحث جوجل ويكتب التمثال عين الفوار الذي يقع أعلى نافورة بنيت سنة 1898 من قبل النحات الفرنسي فرانسيس. أحسنتم أيهم الجزائري، لا تاريخ ولا حاضر ولا مستقبل، ولن تجدوا لكم موطأ قدم بين الكرامة والشرف في الدول العربية. تفضل. اسمح لي أبو تركي، تفضل. ثواني بس، تفضل أخوي أطلس، ما أدري من اللي يتكلم. تفضل، أشوفك فاتح الكام. تفضل. أوكي.
أعطيني على الشاشة الكبرى من فضلك. هنا من موقع الأمم المتحدة وإنهاء الاستعمار، وننزل هناك يعني نقلب على فرنسا، القائمة الفرنسية هذه فرنسا كتبدا من هنايا. الاستقلال، لائحة الدول المستقلة استقلت تحت تشاد كما ترون، وغادي ننزل جمهورية افريقيا الوسطى الى اخره. هنايا موريتانيا في سنة 1960. السنغال، بوركينا فاسو، غينيا، مالي، النيجر. الاسم الجمهورية الأولى الديمقراطية الشعبية الحالية وهي لاوس. يعني كننزل ما نلقاوش الجزائر. المغرب استقلت تحت اسم المغرب سنة 1956. الكاميرون، تونس استقلت 1956. وهنايا كنشوفوا اللائحة ديال هولندا. إذن فرنسا لائحتها للدول التي استقلت عنها ما كانش فيها الجزائر. الجزائر لا توجد. ما كانش استقلال للجزائر، وهذا المنبع من AU.org UnitedNation.org. هذا ماشي ديالي، هذا انتهى. شكرا. الله يعطيك الصحة أخوي مراد. تفضل أستاذ كريم. أخ أبو تركي، ندير واحد المداخلة بسيطة إذا كان ممكن. تفضل حبيبي. بما أننا الآن يعني جيت متأخر وأعتذر على التأخر. والله هذا النظام الجزائري يضحكني ويؤسفني، يعني الأسلوب اللي دايرين هاد الجزائريين على رؤوسهم تافهين يسيرون أمورهم. فمثلا استمعت إلى أحد رجالات الجزائر الكبرى يتكلم على تحرير الجزائر وعلى استقلالها، ألا وهو صالح قوجيل. وهنا مغالطة كبيرة جدا، حتى أنهم لا يفهمون لا في الدين الإسلامي ولا في أي شيء. راح نسمعوا لصالح قوجيل ماذا يقول، ومن بعد ديروا تحليل الكلام الذي يقوله. استمعوا هنا إلى صالح قوجيل ماذا يقول. حقيقة لما نرجع للذاكرة، على فكرة أيها الإخوة العرب، هذا الخطاب ديال صالح قوجيل لم يمضي عليه أي يومين، يعني حديث العهد هذا الخطاب، باش ما يقولكش على أنه خطاب قديم أو أي شيء. هذا خطاب له يومان على القنوات الرسمية ديالهم، مجيبين معه أئمة جزائريين. انظر. ونقرأ تاريخ الجزائر. السيدي عاشوا جيل نوفمبر يختلف على كل الأجيال الأخرى، لأن الاستعمار في الجزائر يختلف أيضا على كل الاستعمارات عبر العالم، ماهوش أفريقيا فقط، عبر العالم. لأن الاستعمار في الجزائر الهدف نتاعو هو إبادة الشعب الجزائري وتعويضه بشعب أوروبي ونسيج. والإسلام في الجزائر كان مستعمر أيضا. في نوفمبر لما حررنا البلاد وحررنا العباد واسترجعنا الاستقلال، أيضا حررنا الإسلام في الجزائر. في أثناء الاستعمار
الخطوبة تاع الجمعة يلقيها الإمام في المسجد الرسمي، يكتب الكلمة تكتب من طرف الحاكم. واش كان يطالب بن باديس في هذاك الوقت؟ فصل الدين عن الحكومة. نعم، سمعتوا لهذا الكلام، حتى أن هذا صالح قوجيل جاهل لكل شيء. قال الخطوبة في المسجد، خطبة الجمعة، يقول الخطوبة يوم الجمعة. قال ابن باديس وعلى أن فرنسا الاستعمار الجزائر ليس كاستعمار إفريقيا أو مختلف في الاستعمار الجزائر عن العالم، وعلى أن الجزائر حررت الإسلام وحررت العالم، على أن يقول على أنها حررت على الأقل المسلمين، لأن الإسلام هو دين الله، والإسلام حافظه الله، وقال الله في القرآن الكريم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هنا ما يظهر على أنهم أغبياء. انظروا إلى اللوحة التي كتبها الخطاط الجزائري. كبر الصورة باش نوريوهم المغالطة هنا. كما الله وعسى هاد الجزائريين يستافدوا. كبر لي الصورة أخ بطار. نعم، هنا في الصورة كيف كتشوفوا. شكون اللي يقدر يقرا لي هاد الآية اللي خدام كيعرضوها؟ وذكرهم بآيات الله. الجزائر كان مستعمر. ليس بآيات الله، وإنما هذه وذكرهم بأيام الله. لكنهم هما الآن هنا وضعوا حرفان، الياء والباء، لكن في هذه الآية لا يوجد باء أبدا. وذكرهم بأيام الله، هنا نرى الباء قبل الياء، حتى لو قرأناها راح نقرأها وذكرهم بأيام الله. هذا الجملة ولا الكلمة ليست في القاموس اللغة العربية أبدا. انظر، وذكرهم بأيام الله، حرف ساكن وحرف الياء مشدد. لذلك لم أفهم ماذا يريدون. ربما ذهبوا إلى مصطلحات اللغة العربية ومخارج الحروف فوجدوا وكل حرف مشدد أصله حرفان، ولذلك هذا الخطاط أكل لحم الحمار كثيرا، فإذا به وضع حرفان، حرف ساكن وحرف مشدد. لذلك هنا أصبحت الكلمة تنطق ب4 حروف في الأصل. إذن هذا الخطاط جاهل. ونمشي لآية اللي وذكرهم بأيام الله. هنا وذكرهم بأيام الله، الآية معروفة على أنها نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم لما انتصر المسلمون وفتحوا مكة. لذلك الآية هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الله سبحانه وتعالى ذكر محمد على قوم بنو إسرائيل لما كانوا مضطهدين من طرف فرعون، فقتلهم وعذبهم واستعبدهم، فإذا به جاء نصر الله وأنقذهم من الطاغية فرعون، فإذا به أرسل عليهم الغمام بينهم وبين البنو إسرائيليين من قوم موسى الغمام، فإذا به سبعهم موسى، فإذا به وصل إلى البحر، فالله سبحانه وتعالى شق البحر لقوم موسى ومن معه فسلكوا البحر، فإذا بهم قوم فرعون دخلوا إلى البحر فإذا بهم أغرقهم البحر. فقال الله لمحمد صلى الله عليه وسلم وذكرهم بأيام الله على قوم موسى على أنهم كانوا ضالين، فإذا بالنصرة جاءت من عند الله. فهذا جاء يقول على أننا نحن من حررنا الإسلام، ونحن من والاستعمار كان في الجزائر مختلف وحررنا الإسلام. فماذا قال ابن باديس؟ وكأن العالم الإسلامي والعالم العربي لا يوجد فيه إسلام إلا الجزائر التي استعمرتها فرنسا. قال لهم ابن باديس قال شعب الجزائر مسلمون. يا قجيل البهيمة، أين درس ابن باديس؟ من أين أحضر لكم ابن باديس الإسلام؟ أليس من المغرب وذهب إلى مدرسة الزيتون إلى تونس، ومن بعد ذلك دخل إلى الجزائر فوجدكم تفرنستم بمعنى الكلمة، أصبحتم مسيحيين بمعنى الكلمة، لا تفقهون حتى كلمة لا إله إلا الله. فبدأ يصرخ ويقول شعب الجزائر مسلمون وإلى العروبة ينتسب، يذكركم على أن آباءكم كانوا تابعين للدولة المغربية في وقت ما، وكانوا يعبدون الله ولا يعبدون الأصنام ولا يعبدون أي شيء. لذلك هؤلاء الجزائر
الجزائريون والله لا يفقهون لا القراءة ولا الكتابة، كما قال رئيسهم عبد المجيد تبون. 90% من الجزائريين أميين إلى يومنا هذا. هذا خطاط يأتي بلوحة كتبها بسواعده، فإذا به يضع خطأ فادحا في اللوحة من ناحية الكتابة حتى من ناحية الخطاب السياسي الذي يتكلم عنه قوجيل. وقال قال الإمام من فوق المنبر: فصل الدين عاني السياسة. ماذا يفعل هذا السياسي؟ هل هو فقيه؟ وجهه مكتوب عليه كافر، يحلق اللحية، يحلق الشارب، يعني لعن الله الرجال المتشبين بالنساء، حتى أني شككت فيه على أنه امرأة يتحدث. فإذا به هذا السفيه يتكلم في الدين ويدخل الدين الإسلامي في السياسة. إذا هذا ينتقد في أقواله. تحياتي لكم. وهذا الموضوع هذا بغيت نعطيه لكم، ربما بعض الجزائريين يحاولوا يفهمونا هاد الحروف، هاد الكلمات اللي كتبها هاد الكاتب ديالهم وصالح قوجيل منين جا بنو باديس وقال لهم شعب الجزائري مسلم. طيب الله يخليك. اسمح لي يونس، اسمح لي بعطيك مداخلة بس دقيقة بس لحظة. كريم تفضل. من وين؟ السلام عليكم. السلام. كريم السادي من الجزائر العظيمة. طيب ورينا عظمتها ورد على الأستاذ كمال. اصبر هذا الإنسان لا تحاول، سؤال واضح بدون ما تسقط بدون ما تخرج بالمجال. لحظة، لا ما في اصبر، اسمع الكلام يا أستاذي، لا تشخصن الموضوع. عندك رد فيما يخص، تفضل. لا أتكلم عموما، يعني إذا أردتم إخواننا في السعودية أو في الإمارات، يعني نصيحة بوجه الله، وإن كان وجه الله يطلع به الجنة والفردوس. طيب. يعني لما يجب الإنسان يستشهد بأغبياء من دولة. آخر مرة أعطيك فرصة ولا تهرب من السؤال. أول شيء، لحظة خليني أخلص كلامي لو سمحت عشان تفهم. أول شيء إذا جيت تنصح، لحظة يا أستاذي، أنا لحد الآن أحترمك كريم، لا تخليني خلاص انتظر، اعطيني فرصة أرد على مغالطاتك. لا تكلمش أصلا. لا لحظة يا أستاذي، أنا خليني أرد عليه وقول لي أنت الكلام هذا اللي أنا راح أقوله أنت ذكرته ولا لا؟ أول شيء إذا جيت تنصح فابدأ بنفسك. ثاني شيء، إخواننا أهل المملكة المغربية الشريفة نحن نتعلم منهم ونستفيد منهم. فإذا بتسقط، خليني أخلص كلامي، فإذا بتطلع من محور الحديث وتسقط صدقني راح أخليه يرد عليك وراح ألجمك. هذا 2. 3 أستاذي، حنا موضوعنا واضح، حنا لا ننتظر نصيحة. إذا جيت تنصحنا انظر إلينا وين نحن، وانظر إلى نفسك وين كجزائري، انظر إلى المملكة المغربية وين، وانظر إلى الجزائر التابعة إلى فرنسا أين. أتمنى إذا جيت أنا كرجل أخذ النصيحة أخذها من واحد أفضل مني وليس أسوأ مني. خلينا في الموضوع لو سمحت. الموضوع هذا هو الموضوع. لما كان يشتم في الجزائر عجبك الحال؟ ما شتم، هو جاب مقطع جزائري، رد على المقطع. احنا جبت لك مقطع جزائري، احنا جبت لك مقطع يا اخي العظيم. تفضل حقك بس. خليني نتكلم مثل ما كنت ساكت لما كان يتكلم. خليني من الرجل كلامه واضح، استشهد بمقطع جزائري. لا يوجد شيء، مجرد كلام يهرف بما لا يعرف. طيب أنا برجع أقول لك، أنت لا تشخصنها مع كمال. أرجع أقول لك لو سمحت رد على الرجل، أعطيك فرصة أخيرة، رد على الرجل تفضل. اسمع، أنت قول لي أنا راني معاهم في البث أتشرف إخواني المغاربة. أنا أتشرف إخواني المغاربة. جاوبوا ما تدورش بحال الحمار طاحونا. دقيقة الفلاح، جاوب لا ما تدور مثل حمار طاحونا. دقيقة جاوبوا كمال. يا أستاذ الفلاح، أستاذ كريم، أنا لحد الآن أعطيك فرصة أخيرة، رد على المقطع اللي تكلم فيه أستاذ كمال تفضل. تقول لي يسكت ولا نتحدث. أنا أقول لك تفضل رد على المقطع، لا تطلع برا الموضوع. على الكلام أبو تركي اللي كنت نسمع فيه، والرد بكل آداب على السيد هذا المغربي هذا. انزل كل شعير تحت لا عطوا برسيم. أنت ما أنت بكفو أحد يحترمك. أحسن. أوكي؟ أنت ما أنت بكفو أحد يحترمك. أنا أعطيتك أكثر من وقتك، فإذا تريد أن تنصحني أيها الكرغولي
فمن باب أولى أنك تنصح أبناء دولتك وسيادتك وسياستك، وتنصح الفرنسيين أنهم يعتقون رقابكم. إذا جيت تنصح. ثاني شيء، أنت عندما تقول أخواننا السعوديين المغاربة وتحاول أنك تسقط عليهم، المغاربة أنا بالنسبة لي كبتار أتعلم منهم الكثير وليس تملقا. أنا عندي بثي وعندي معلوماتي وعندي تاريخ لكم وأقدر أرد عليكم، ولكن وجدت الطيبة والكرم والرجولة والمصداقية حتى في أثناء حتى في أثناء الغلط، عندما يخطئ أحد فيهم يعترفوا بخطأهم ويحاولون يصححون أخطائهم. ولكن أنتم الجزائريين مغيبين، تنكرون الجميل زي النساء، تنكرون العشير، تسقطون أي كلمة تخرج من الإعلام الجزائري كأنه قرآن منزل تصدقونه، ما ترجعون للتاريخ، ما تتأكدون. يا أخي لا أعلم إلى متى هذا التغييب. شوف لحد الآن نتكلم بكل احترام، لا نعلم إلى متى هذا التغييب. حنا كخليجيين ومتأكد أنا كذلك كمغاربة أنهم يتمنون أن الجزائر تكون دولة شريفة، دولة لا تنكر المعروف، دولة لا تطعن الصديق، لا تطعن الجار، تحترم من ساعدها وأوجدها في التاريخ والخريطة. ولكن أنت للأسف أقول لك رد على مقطع جزائري. الإنسان هذا أنا أتوقع لو يصير، أنا سمعت ولكن ما صدقت، يقولون لك يوم جاءهم الجراد قالوا أن الجراد تم إرساله من الاستخبارات الجزائرية، ويوم احترقت تيزي وزو قالوا أن الديناصور التنين صيني مع تعاون مع المغاربة، وعندما وجدوا سمكة ميتة على الشاطئ قالوا أن الاستخبارات المغربية تم إرسالها مع كاميرات للمراقبة وتم السيطرة عليها. يا ناس أنتم إلى متى مغيبين؟ انظر إلى الصورة اللي أنا وضعها، هذه هي الثورة الجزائرية التي انتصرت إلى وقتنا الحالي. أخوي كمان ما ثروة الجزائرية ثروة. طيب أخوي كمال لم يسقط ولم يتفوه بأي شيء غير صحيح. شفنا المقطع وسمعنا المقطع وشفنا الآية القرآنية. إذا أنت رجل شريف رد عليه يا أخي. هو ما شخصنها مع شخص معين، هو ما أسقط على شخصياتك، هو يتكلم. شوفوا الدين الإسلامي عندنا الله عملتوها يا أصحاب الدرون، أصحاب الدرون راه كيحصيو. سوي حساب وارجع. هاي يسوي حساب ويرجع، ما كاين مشكل. أخ كمال غير هدر يونس، لا تفضلتي. الله يحفظك. السلام عليكم خويا كمال، الله يحفظك. تحياتي لكم الخوت. ربما الحمد لله ربما نزيد. نعم تفضل. غير واحد المداخله صغيره خويا كمال، الله يحفظك الله ينصرك. خويا مراد السلام عليكم، خويا الفلاح المغربي وخويا بطار. والله سلم على الشباب اللي في الجاست والشباب اللي في الكومنتس. والله كنت ابغي نتكلم مع ابو تركي بس راح مسكين طيروه ولا راح مش عارف. ما نعرف. يرجعوا راه ترجعوا. اوكي الله يحفظكم. ما عرفش الدراري واش كتعرفوا، واش عارفين القضيه ديال شقريحه وقضيه الريال؟ شكون اللي خلينا من القرعه يتكلم معك، خلي كمال يتكلم معك. كمال من غير القرعه، واش عارف القضيه ديال الريال؟ ما عرفتش هذه القضيه ديال الريال، ولكني نسمعوا لها نشوفوا. لا اكيد. شوف من غير القرعه ديال اورنجينا واقيلا. المهم هذيك اللي اسمح لي، ماشي الريال هو الدورو، داك الدورو الابيض، عرفها القصه. داك الدورو الصفر، داك القديم ابيض ولا داك اللي فيه نجمه كبيره بحال ديال النقره. هو هذاك الدورو. فوالا الله داك اللي فيه نجمه كبيره، الله يحفظك. هذاك اخويا كمال راك عارف ملي كان في ضيافه العسكر المغاربه في الحبس، سخنوه مزيان وما يطبعوا له في المسائل في اللور. ما عمرها غادي تمحى، يعني ديك النجمه غتمشي معاه ليوم القيامه.
فهمتي؟ طونسو على حساب القسط باش ما يطيحش يونس. ما قلنا والو. لا غير بعض المرات كيكونوا كلمات الروبو كياخذها وكيدير واحد الحظر. انا نخلي كل شيء هادشي في اليد. كمال لا سمحتي تقدر تعمل تسيير هذا القسط. كمال استاذنا، كمال استاذي انا بعدا. كمال اخويا تفضل. اخويا حاجه اخرى اخويا كمال، حاجه اخرى. قبيله نيت كان داخل الساهج وقال لك ما تعمموش. هو سي بغي ما نقدرش نعممو تعميم لغه الجهلاء، ولكن حنا ما كنقولوا يعني ملي كنعممو راه كنقولوا يعني اكثر من 90%. يعني اكثر من 90% راه صافي، راه تقريبا وصل لواحد النسبه اللي ما يمكنش تجاهلها. وبالنسبه انا كنقول واحد 5% اللي شويه عقلاء شويه، وهادوك انا اللي كنظن على حسب المعرفه ديالي وعلى حسب اصلهم مغاربه. يعني الاكثريه من وهران وتلمسان فهمتي لي. كتلقى مثلا جدو مغربي. انا تلاقيت بزاف ديال مثلا الناس من وهران ولا تلمسان، عرفتي الا ما قال لك جدو غادي يقول لك با جدو مغربي. فهمتي ما فيها زعما. ولكم الكلمه. الله يحفظك اخويا كمال، وسمحوا لي بزاف على السيونس. تفضل سيدي. يعني غير باش نزيد الاخوان واحد الفكره. عرفتي علاش تحتسب الاقلاق ضمن الشهداء؟ لان القنينه اللي عند شنقريحه ديال لاصيكول القديمه ديال بلارج، داكشي علاش تحصاوها مع الشهداء. زوينه عندك. يلا سيكون ماشي اورانجينا، دوك انا كنت غلط. بلارج القديمه البيضاء. معلومه. شكرا. الله يحفظك. داكشي علاش تحسب الشهداء. هاد كمالات حفنا وما تبحثش في جوجل ماب. الكرغولي راه كيبحث في جوجل ماب. كيقول لك دخل لجوجل مابس، وحنا كندخلوا له جوجل كروم وكيقول لك دخل الاخر ما تدخلش لهذاك. على اي الاخ بطار اطرح واحد التساؤل. قال ولا الاخ ابو تركي قال لماذا الجزائريون لا يتركون يعني ديك التماثيل العارية في الجزائر؟ هل يستطيع النظام الجزائري وغيره أن يزيح التماثيل العارية في الجزائر؟ أبدا لن يستطيع، لأن هذاك إرث فرنسي مع الحدود الموروثة عن المستعمر الفرنسي. لن يزيح ولا تمثال ولن يغير في أي تمثال ولا شيء أبدا. لذلك يا أخي بطار إذا عندك ثاني هاتف ثاني راح يعني أقول لك ادخل ابحث عن الحضارة اللوسيستية. اكتب الحضارة اللوسيستية. هذه حضارة لوسيستية أي حضارة الفرنسيين قديما كانت تعرف بالتماثيل العارية المنتشرة في أحياء المدن الفرنسية، وكانت فرنسا تعرف بهذه الحضارة اللوسيستية فأحضرتها إلى الجزائر وبدأت تنشر هذه الحضارة في الجزائر. لكن بعد أن قبل أن تعطيهم الاستقلال، شبه الاستقلال اللي عندهم، يعني وضعت عليهم اتفاقيات مقررة في فرنسا في سنة 1961 فأدخلتها إلى الجزائر من دون أن يتشاوروا معهم، وإنما من صوت على هذا الاستقلال هم الفرنسيين. أما الجزائريين لم يصوتوا، وخير دليل هو أنهم الشروط المقررة في 19 مارس 1961 لا يعرفون عليها أي شيء. لذلك جاءت فرنسا وهذه يعني الاتفاقية ديال إيفيان التي وضعت عليهم والتي تحكم من خلالها الجزائر هذه المقاطعة الفرنسية، يعني ماذا كتب فيها؟ تبني الحضارة الفرنسية تبنيا تاما، أي الحضارة اللوسيستية الفرنسية قديما والتي تعرف بالتماثيل العارية المنتشرة في الجزائر إلى يومنا هذا. تبني الحضارة الفرنسية تبنيا تاما، وترك ما دونها تركا قاطعا، وترك الحضارة الإسلامية بالأخص كونها تعتبر في نظر فرنسا الدولة الاستعمارية المخربة، كونها حضارة الإسلامية حضارة متطرفة قادمة من الشرق الأوسط. لذلك هذه الحضارة التي لم يعترف بها الجزائريون ولم يمتثلوا لها حضارة الإسلام مصدرها الوحي. حضارة إنسانية، حضارة أخلاقية، حضارة عقلية وعلمية، حضارة تقوم على التسامح، حضارة يعني ديال العدل والمساواة. لذلك فرنسا لن تعدل في الجزائر إن ظل هذا الشعب الجزائري متمسكا بالحضارة الإسلامية.
الجزائر لن تنشر العدل في الجزائر ما دامت يعني هذا الشعب الجزائري متمسكا بالحضارة الإسلامية. لذلك لن يكون عدل، لن يكون مساواة، لن يكون هناك تسامح، لن يكون هناك شعب عقلي بعقلية سوية، لن يكون هناك شعب علمي يعني يمتلك العلم الصحيح. لذلك يعني أعطوه هذه الحضارة الفرنسية يتبنونها إلى يومنا هذا. والحضارة الفرنسية معروف على أنها معروفة حضارة من الناحية الإنسانية على أنها حضارة الكره والحقد والسب والقذف وما إلى ذلك والضرب في كل ما هو ينسب إلى واحد المنطقة أو واحد الهوية. لذلك هذا هو سبب على أن تلك التماثيل العارية الآن هي موجودة في الجزائر بكثرة، ولن يستطيع أحد أن يزيحها. إن أزاحها أحد، حتى أن واحد الجزائري حر، لا أقول على أن الجزائريين 45 مليون راهم ماشي أحرار، وإنما توجد منهم واحد الفئة اللي هي حرة تقبع في السجون بالحكومات بالعقوبات يعني الصارمة، العقوبات اللي هي مشددة جدا 30 سنة وما إلى ذلك. جاء جزائري فأراد أن يزيح بعض الأعضاء من أحد التماثيل التي يعني وضعوها أمام بيته. كان يطل من شرفة المنزل فيرى هذا التمثال العاري، فإذا به أخذ مطرقة ونزل إليه وبدأ يحطم بعض الأعضاء التناسلية من هذا التمثال، فإذا به اتهموه على أنه مختل عقليا وأدخلوه إلى مستشفى المجانين. لم يدخلوه السجن وإنما أدخلوه إلى مستشفى المجانين. لماذا؟ لأنه يعني يغير المنكر. وضعوا له تمثالا عاريا، أراد أن يزيح هذا التمثال يعني يغير فيه شيء، فإذا به يعني أدخلوه إلى مستشفى المجانين بذريعة أنه مجنون وليس إنسان عاقل سوي. إذن هذه الجزائر هذه الحضارة عندهم من طرف فرنسا لأنهم تبنونا إلى يومنا هذا، وحضارة الإسلام ليست يعني لا يعرفون عنها أي شيء، وذلك خير دليل أن حضارة الإسلام هي التسامح والعدل والمساواة والعدل. إذن هم الآن يشمون يقذفون يتبنون خطابات الكراهية نظاما وشعبا وإعلاما. لذلك هذه حضارة فرنسا المقيسة. أما الحضارة الإسلامية فها نحن نرى العرب يعني نختلف، ندخل في نقاش شجال لكن دون أن نسقط على بعضنا البعض، مع احترام بعض يعني الأشياء اللي هي أعراف على حسب كل منطقة. أعراف عند هذه الدول مثلا أعراف مغربية، كاين أعراف المملكة العربية السعودية، كاين أعراف متعارف عليها من طرف الشعوب كل منطقة. هؤلاء الفرنسيون المتفرنسون يضربون في هذه الأعراف التي تمس بهذه الشعوب العربية، حتى أنهم يضربون في الدين الإسلامي. ونحن نعلم على أن الجزائريين لما تبنوا هذه الحضارة الفرنسية خرجوا جميعهم إلى أحياء الجزائر، وكان معهم شارل ديغول، فإذا بهم بدأوا يصرخون ويرفعون اللافتات الفرنسية ويقولون على أن فرنسا هي أمهم وهي من ربتهم وهي من احتضنتهم. إلى يومنا هذا ما زال، ورأيناهم في يوم النصر في فرنسا 2023 خرجوا أفواجا وكأنهم في دين الله ويقول قولوا لفرنسا ما نشمرار كالجزائر يحبوها. فرنسا التي قتلتهم، فرنسا التي طمست هويتهم، فرنسا التي نكلت بهم، فرنسا التي فعلت بهم المنكرات والفواحش، فرنسا التي عزلت رجالهم على نسائهم أزيد فترة تزيد على 132 سنة. يقولون قولوا لفرنسا ما نشمرار كالجزائر يحبوها. فرنسا الذي يقول هذا السفيه الذي يتكلم على أنها استعمرت الإسلام وأنها وهو جاهل للمنطق وأن الإسلام هو دين الله والله من يحمي هذا الإسلام. يعني لما شتم ماكرون رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما رسموا الرسوم المسيئة على رسولنا الكريم، لماذا لم ينتفضوا؟ لماذا يتركون أولادهم في فرنسا ويقولون قولوا لفرنسا ما نشمرر كالجزائر يحبوها؟ إذن هذا دليل على أنهم أبناء فرنسا وليسوا أبناء المنطقة، وأن هويتهم طمست هذا الجزائريين، وهذو أصلا لقطاء تم يعني جمعهم من جنسيات أخرى، منهم عرب سوري، منهم فرنسيين، منهم العثمانيين، منهم وما إلى ذلك. لذلك الهوية الجزائرية التي تنتسب إلى شمال إفريقيا، التي نشر المسلمون الإسلام في شمال إفريقيا في فترة من الزمن، ليسوا هم من يعاشروننا الآن وليسوا هم من يجاوروننا. تحياتي لك أخ بطار وليكم الكلمة. لو سهلا أخوي كمال. ارحب يا أبو عبد العزيز، يا مرحبا ومسهلا. اخوي بتار يا حلا والله فيك من جميع ضيوفك الاخوان الموجودين. بعد اذنك نور، اهلا وسهلا فيك. سي بتار بارك الله فيك. تفضلي مداخلتك لو سمحتي.
أنا ما عسى أن أقول السلام عليكم ورحمة الله. تحية للأخ بطار. كنشكرك بزاف على هذا. كنبقاو نفتشوا دائما على الحسابات ديالك باش نطلع معك في اللايف، لان دائما في تغيير طبعا. تشرفين اختي. كنشكروا ابو ترك. وانا من هذا المنبر كنطالب الحكومه المغربيه تعطي الجنسيه المغربيه، نفتخر به حتى يكون عنده دبل يعني ازدواجيه في الجنسيه السعوديه والمغربيه. كثرت ما تبارك الله عليه، يعني كيصرد في عده يعني كيعطي اي شيء كيعطيه بالمصادر، يعني ماشي غير هكذاك. وطبعا الاخ كمال لعيننا وراسنا، وراني راسلته في الخاص. وانا طلعت من هذا المنبر كنت باغي غير نهضر على سرقه التراث المغربي، بغيت زعما تكونوا كدرجوه، لان عندنا واحد دايرين عليه واحد الحمله شرسه من طرف الجاره الغير الشقيقه على التراث المغربي. يسرق كل ما هو مغربي يسرق. وانا طالبت الاخ كامل باش يهدر في الخاص ان يعني لو كان ممكن تسترجعوا هذا المشكل هذا. والسلام عليكم. كم الساعة؟ نعم اختي، ندير واحد المداخله بالنسبه للخوت اللي كيتكلموا على التراث المغربي. الى اردنا نتكلم على التراث المغربي الخوت، فعلينا ان نطالب الحكومه المغربيه يعني بحمايه التراث المغربي، وان يعني يقوموا بدعم مجموعه من القطاعات التي هي فيها حرفيين، قطاعات غير مهيكله، يدعموهم باش يبقى هذا التراث المغربي يعني متوارث من اجيال لاجيال. لذلك اما فيما يخص المساله ديال على ان الجزائر ستسرق التراث المغربي، الجزائر لن تستطيع ان تسرقه ولو نمله من المغرب. لذلك لما يتكلمون على الزليج المغربي ابدا لن يستطيعوا ان يفعلوا شيئا، لان الزليج المغربي معروف على انه مغربي، وان التراب الذي يخرج منه هذا الزليج او الطين هو موجود يعني بفضل الله في منطقه معينه في المغرب، هي مدينه فاس. لذلك ما يقدروش يديو حتى شي حاجه. لذلك نحن نتكلم عن النقش المغربي، فهو نقش الزليج المغربي الذي يوضع في الارض. هم يتكلمون عن النقش الجزائري والزليج الجزائري. نحن وضعنا الزليج في الارض لكي ندوس عليه باقدامنا، وفي اركان المنازل يعني لكي نروا فيه يعني فسيفساء زخرف يعني يمتع اعيننا في منزلنا ونحس بالراحه. هؤلاء وضعوا الزليج على الاقمصه، نحن وضعناه في الارض ليس في الاقمصه. اما فيما يخص مساله النقش المغربي والنقش الجزائري، فالنقش المغربي للزليج المغربي هو معروف على انه ينقش باحد مثل المطرقه، يبداون ينقشون فسيفساء واحده تلو الاخرى. اما النقش الجزائري معروف عليه، ولد شنقريحه راه في فرنسا، لذلك هم يتكلمون عن نقوشهم وعلى تراثهم يعني المعروف والمتعارف عليه. اما نحن نتكلم على زليج وعلى نقش اخر. والقفطان المغربي لن يقوموا يعني بصناعه القفطان المغربي. هم ما قدروش يصوبوا حتى يبرح، راه كيصوبوا الثوب ويجيبوا الصقلي ويبردوه ويصوبوه. يعني راه كاين تما خص حرفيا، خص الايادي والاصابع اللي غتنتج هاد السلع هذه. لذلك خليهم يسرقوا ما بغاو. اما نوجهوا النداء للحكومه باش تقوم بحمايه التراث المغربي، وتقوم يعني بالدعم لمجموعه ديال القطاعات اللي كتنشط في هذه الصناعه التقليديه باش يبقى محافظ متوارث. لان الصانع المغربي فاش ما كيدعموش واحد القطاع ما كيبقاش، يعني اليد كتحبس العامله، فاذا بغى يجي واحد الوقت وما غنلقاوش اللي يصنع لنا هاد الاشياء هذه. اذا الخطاب ديال النقش المغربي غنتكلموا عليه وهذا التراث مع الحكومه المغربيه، وراهم كاينين جمعيات وكاينين منظمات اللي كيهضروا مع الحكومه، وراه غاديين دابا مزيان. كنشوفوا غرفه الصناعه المغربيه بفاس، يعني كاين تما كاين واحد الدعم كبير بالنسبه لهاد الصناع التقليديين. والحمد لله الصانع المغربي راه غادي وفرحان، وراكم كتشوفوا حتى في التيك توك ولاو كيطلعوا. تحياتي لك اختي. بارك الله فيك، شكرا جزيلا. وشكرا لك دكتور. اهلا وسهلا اختي بثك. ابو عبد العزيز موجود؟ طيب برد على اخت نور بس. انا صراحه تفضل المايك عندك اخوي ابو عبد العزيز. الله يعطيك العافيه اخوي بتار. يمسى شبك السماء حتى الصوت يكبر. طيب على ما يعدل ابو عبد العزيز اوجه اتصال. استاذه نور، يعني شفت قبل فتره يعني في احد المقاطع وزير التجاره الجزائري نور الدين بوكروحه، هو فعلا يقول نفس الكلام اللي انت جالسه تقولينه. يعني الجزائري لا تاريخ ولا هويه، يسرق التاريخ والهويه المغربيه وينسبها لنفسه. يعني هذا وزير التجاره نور الدين بوكروح ورئيس حزب اسلامي، رئيس حزب التجديد الجزائري.
فلازم تحافظون على تاريخكم، ولا ترى بكره يجيني جزائري يقول يا اخي احنا خلصنا من القفطان، بس بكره خفت يطالبون بمحمد السادس يقولون انك جزائري الاصل. يا خايب بالطبع قالوها يعني هما في اشياء قالوها، كانوا غريبه يجوك يقولوها قالوها خويا. في اشياء غريبه يعني يعني المعرض دابا معرض في فرنسا يقام للصناعه التقليديه، وكاين يعني دي ستوند، يعني ما عرف كيف اسمه باللغه العربيه، دي ستوند حاطين فيه جزائريات، حاطين اللبس الجزائري يعني بين قوسين، وليس بجزائري لانه اصله تركي، لان الكراكوت اصله تركي، وحاطين اشياء مغربيه. وفي بعض المواد التجميل اللي هي اصلها من فاس وسميتها العكر الفاسي، وجايين ناس مغاربه يعني يمزحون، يسالون السيده الجزائريه هل هذا العكر الفاسي؟ هو اصله يعني فاسي، اسمه العكر. يسالونها هل هذا جزائري؟ قالت لهم جزائري، هو اصله يعني سميتو العكر الفاسي. يعني تخجل على نفسها ان اشياء مغربيه منسوبه الى المغرب باسمائها وتردوا عليها وكتقول لها لا جايه من الجزائر. يعني هادشي غير نقطه في البحر، يعني عده اشياء، الزليج، القفطان، الاكل، الطبخ، كلشي يعني ماشي غير اشياء بسيطه، كل ما هو مغربي يعني يحاولون يعني يستولوا عليه وينسبوه هنا الى في بعض المرات تجار جزائريين كيجوا هنا بالعشرات الى الدار البيضاء وفاس ليشترون يعني اشياء مغربيه، ولما يوصلوا الى الجزائر ما كيقدروش يقولوا انها مغربيه، ينسبونها الى بلدهم. طيب وهادشي كيحس في نفس حتى مكة نسبوها إليهم يا أختي، ما هذا الثقافة والحضارة والزليج، ومكة نسبوها إليهم، جبل طوبقة نسبوه إليهم، كل لهم ولا شيء لديهم. تفضلي. تفضل أبو عبد العزيز. الله يعطيك العافية أخوي بتار، سلاما من الله عليكم جميعا. لك تحية أخوي بتار وضيوفك الكرام من مستمعين ومستمعات. والله أنتم تتكلموا وكالعادة نتكلم عن الشان الجزائري، ومهما تحدثنا عن الشان الجزائري وماذا قدمت الجزائر للأمة العربية والإسلامية، وماذا قدم قادات الجزائر للجزائر نفسها، أنا أعتقد لا شيء غير للأسف الشديد التخلف، الخيانات وإلى آخرها، والمتاجرة بالشعارات. نحن سوف من نحرر فلسطين. ميوت عندك يا ابو عبد العزيز، قفلت المايك، الله يعطيك الصحة، او جاك اتصال. تمد الزود يا ابو محمد ولا يهينك. لما نجي نتكلم في هذا الشان اخوي بتار، معلش عذرا والله، لما نجي نتكلم في هذا الشان والله تعبنا ان نتكلم مع الجزائريين. يعني انا اتمنى من الجزائري، يعني احنا لو تحدثنا عن جنرالات الجزائر، سواء جنرالاتهم، سواء سعيد شنقريحة او المقبور خالد نزار او توفيق مدين او الان جبار مهنا اللي تواجد في فرنسا، او غالب القصير الذي تواجد في اسبانيا، او نتكلم عند شكيب خليل الذي تواجد في امريكا، رئيس عندما كان رئيس لوزارة الطاقة الجزائرية ونهب المليارات لأكثر من 65 مليار. عبد العزيز ظني الجزائريين دخلوا في جوالك. الذباب الإلكتروني. أبو عبد العزيز بعضهم وكأنه يعني ضروري أن تكلمه، وفي الأخير كلمته الموضوع جدا تلاقيه عادي. بس أنا أبغى أتحدث فعلا، والله كأنه جزائري اللي يدق، والله يذكرني بالشان الجزائري، فعلا يذكرني بالشان الجزائري. نعم هو والله مثل الجزائريين، مزعج جدا، وشعب مزعج وقيادة مزعجة الجزائرية. أنا والله تعبت نشرع عن ولاية تندوف والبوليزاريو وجنرالاتهم واغتيالاتهم حتى لأكثر من 250 ألف جزائري، ولا القائد صالح، ولا الحرس الثوري المتواجد في تندوف، ولا يعني الجزائر. أنا أعتقد
العالم اليوم الناس متجهة إلى التكنولوجيا، إلى الاقتصاد، إلى الرؤية 2030 اللي نشاهدها في المغرب. المغرب سوف يصدر الطاقة إلى بريطانيا، إلى البرتغال، إلى أسبانيا، ويعمل على الهيدروجين الأخضر، وسوف تبنى ملاعب ضخمة لاستضافة كأس العالم 2030، وسوف تكون بلد فيها القطار السريع الهوائي الهايبر لوب، وقدمت له سكك قطارات جديدة. ونتكلم عند المغرب الآن المطارات سوف توسع لتستوعب أكبر عدد. ورؤية 2030 المغربية التي تقودها اليوم بلدي المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات. لماذا؟ المغرب بلد معتدل سياسيا ومعتدل ونظام السيكورتي عالي جدا. نتكلم النظام الأمني والنظام الاقتصادي مستقر جدا. بلد المغرب يتقدم بشكل كبير، وهذا أمر واقعي. أنا لا أتملق للمغرب ولا يوجد لدي شيء في المغرب، لكن أتكلم الكونت عاوتاني. ابو عبد العزيز قطع النت عندك، تفضل اخوي. الدرون والحجر، هذه قضية الدرون والحجر اخ بطال. كل من يقول الحقيقة يستشهد. ما ادري ايش نهايتها مع الجزائريين. المشكلة المفروض يحترمونا يقدرون، احنا نتكلم على تاريخ ولم نسقط. طيب استاذ كمال، ايش رايك بالصورة اللي انا حاطها؟ يا ريت تعطيني فكرة عن الثورة الجزائرية، هل هذه او انا مخطئ؟ يا ريت توضح لي. نعم، هذه هي اللي تكلمت عليها. قلت لك على ان الجزائريين خرجوا مظاهرات من عدم استقلالهم من فرنسا، لانهم كانوا يعتبرون فرنسا على انها ملك الرحمة الله عليهم، بعدما العثمانيين استعبدوهم وكانوا يبيعونهم في سوق النخاسة. فلذلك لما جاءت فرنسا لم تأتي بالسلاح، وانما دخلت الجزائر مفتوحة، الجزائر على مصراعيها مستعمر جديد الا وهو فرنسا، لان الاستعباد اللي داروا لهم العثمانيين يا أخي جاءت فرنسا بقوانين، فإذا بها هي أرادت نهب الثروات، أما العثمانيين نهبوا الثروات ونهبوا، لا أقول العثمانيين وإنما الجيش الانكشاري، لأن الدولة العثمانية في فترة من الزمن كانت دولة إسلامية لكن من بعد ذلك أصبحت دولة علمانية، أصبحت دولة تنهب. الجيش الانكشاري كان يخدم مصالحه، لذلك هم منين جات فرنسا استقبلوا بالأحضان والزغاريت وكأنها ملك الرحمة الله على رؤوسهم. لذلك لما بدأوا الإخوة في القبائل والقبائل اللي كانت مجاورة لدولة القبائل، خرجوا هاد الفرنسيين اللي هم موجودين داخل الجزائر ينتفضون من عدم الثورة ضد فرنسا اللي هي تعتبر في نظرهم ملك الرحمة. أما فيما يخص الأخ أبو عبد العزيز تكلم قال ماذا قدم هذا النظام الجزائري للعالم وماذا قدم للجزائريين. قدم للعالم العربي والإسلامي الخيانة، قدم للعالم العربي والإسلامي الغدر، قدم للعالم العربي والإسلامي الكذب، قدم للعالم العربي والإسلامي النفاق والشقاق مثل ابن سالون. لذلك وما قدمه للشعب الجزائري، فهذا النظام الجزائري قدم الكثير ثم الكثير للشعب الجزائري. ألم يقدم لهم في الأكفان 350 ألف مواطن جزائري في العشرية السوداء؟ ألم يقدمها لهم لا نعرف إن كانوا دفنوهم وإن كانوا لم نعرف عليهم شيئا؟ هذا قدم الكثير لهذا الشعب. 350 ألف مواطن جزائري في ظرف سنتين، هذا راه الكثير. لما تفعله حتى هتلر في الاستعمار الغزو ديالو للعالم ما قتلش في هذه المدة من الزمن هذا الكم الهائل اللي قتل فيه هذا النظام في واحد الفترة اللي هي وجيزة. من بعد ذلك في 2001 قدم الكثير للجزائريين. ألم يقتل منهم 750 مواطن جزائري فقط لأنه طالب بالعيش الكريم، طالب بالعدل، طالب بالمساواة، طالب بحقوقهم، فإذا بهم بدأوا يرمونهم بالزيوت ويضربونهم
يعني بالغاز المسيل للدموع، وحتى انهم استعملوا الرصاص الحي لانهم قالوا لم يجدوا الرصاص المطاطي، وقتلوا فيهم 750 شخص في 2001. ماذا قدم الجزائر النظام الجزائري لهذا الشعب؟ من الذي قدم الطوابير لأبناء بلده؟ أليس النظام الجزائري الذي قدم الطوابير لهذا الشعب؟ من الذي صنف الشعب الجزائري الأكثر بؤسا في العالم من الشعوب الأخرى؟ أليس النظام الجزائري هو اللي خلى هذا الشعب الجزائري يعيش هذا البؤس اللي كيعيشها في قلب بلاده؟ من الذي قدم للشعب الجزائري الحرائق المفتعلة اللي قتلوا بها الجزائريون يعني في تيزي وزو وبجاية وفي المناطق اللي هي بلاد القبائل؟ ماشي النظام الجزائري من قتلهم. ماذا قدم النظام الجزائري؟ ألم يقدم النظام الجزائري الأحكام الجائرة في حق كل من يطلب بالعيش الكريم في الجزائر؟ يقدم لهم الكثير، قدم لهم بالثروات ديالهم الخيرات ديالهم، لذلك يقدم لهم الكثير، حتى أنه قام بمحو العقول ديالهم وبدأوا أصبحوا نعجة في يد ذئب يأكلهم ويفترسهم، وهم يفرحون ويقولون يحيى عمي تبون، حتى أنه قال لهم يأكل الذئب النعجة ويتلذذ. لذلك أصبح الشعب نعجة تحت حكم الذئب، فإذا بالذئب يأكل النعجة ويتلذذ، والنعجة يأكلها الذئب وهي أيضا تتلذذ. وهذه راه ظاهرة غريبة اللي قال عمي تبون، أول مرة نسمع هذا الكلام ويطبق على أمر الواقع في الجزائر. هنيئا للنعجة الجزائرية التي هي الشعب الجزائري بأكلهم للذئب تبون، النظام الديكتاتوري الرجعي الفاشيستي التوسعي بهذا الأكل ديالو لهذه النعجة اللذيذة. تحياتي لكم. سهلا فيك. تفضل اخوي، تفضل ابو عبد العزيز. بس سمحت لي بكمل اخوي بتار، معلش اسف. تفضل اخوي. استشهدت والله استشهاد، ما ادري لا سبينا لا عندنا سب لا شتم. اي نعم. انا والله بختصر بالمختصر المفيد. بلد لديها الغاز ولديها النفط ولديها جميع مقومات النجاح. انا اتكلم الجزائر، هذا واقع. بلد جار لا يوجد لديه غاز، لا يوجد لديه نفط، يوجد لديه فوسفات. نتكلم بالأمر الواقع. كفة موازين ليست متكافئة لا للمغرب والجزائر. طيب لماذا نجحت المغرب ولماذا فشلت الجزائر؟ هناك فكر إداري في الجزائر للأسف عنجهي استبدادي عسكري ميليشاوي إلى آخره. هناك فكر في المغرب لدى القيادة المغربية، أنا أتكلم عند القيادات، فكر نير، فكر التعايش مع الآخر، فكر كيف يداري حب شعبه، كيف يداري حب أمته العربية والإسلامية. هناك سياسة متوازنة مع العالم أكمل. المغرب قدمت نموذج يحتذى فيه في القيادة المغربية بقيادة ملوكها السابقين، وحفظ الله محمد السادس. ماذا كسبت المغرب؟ كسبت استثمارات كبيرة جدا، كسبت توازن سياسي كبير. هلا هو يغسل السيارة ويجيب بنزين، ما عليك انت منها. توازن اقتصادي كبير جدا، سياسي كبير جدا. رأينا اليوم لما نتكلم عند المملكة المغربية، اليوم يوجد فيها إنجازات كبيرة. المغرب تتقدم بشكل كبير. لا ننسى هي اليوم المؤسسة للخط الأنابيب الذي تقوده مع الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية، الذي يمتد من نيجيريا ويصب في طنجة ويصدر إلى أوروبا. نحن نقول العرب نحن موجودين مع الإمارات الشقيقة التي تستثمر في طاقة في موريتانيا لتنشئ أكبر مصنع للغاز. عوائد للمغرب سوف تكون في 2030 مليارية. المغرب استقطبت أموال كبيرة جدا من دول الخليج وعلى رأسها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات. اليوم يبنى أكبر ملعب في العالم في الدار البيضاء، يستوعب أكثر من 115,000 باستثمار سعودي يقدر ب$500 مليار. تبنى مدينة في الدار البيضاء بتحالف مع شركة بن لادن السعودية. اليوم تقدم هدية من المملكة العربية السعودية قطار ثاني جانب القطار السابق، يمتد من الدار البيضاء ويمر إلى الرباط وعدة مدن إلى طنجة ومراكش وإلى آخرها بقوام $200 مليون.
اليوم الهايبر لوب استثمار خليجي للقطار الهوائي في المغرب، اليوم الهيدروجين الأخضر من إكوا باور، اليوم دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية تقود استثمار في الطاقة النظيفة والطاقة الكهربائية والرياح والطاقة الشمسية ب45 مليار دولار لإنارة عدد من الدول الأوروبية، وعلى رأسها المملكة المتحدة بريطانيا وأسبانيا والبرتغال. ونرى اليوم تقدم لدولة المغرب، لديها رؤية، لديها فكر، لديها كسبت أخوانها العرب، أخوانها الخليجيين، كسبت ثقة الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد الأوروبي. ماذا فعلت الدولة الجار؟ ذهبت إلى روسيا ولم تجد شيئا، إلى الولايات المتحدة ولم تجد شيئا، إلى الصين ولم تجد شيئا. اليوم أكبر مصنع لإنتاج السيارات في طنجة الصينية، هذا تكلم مصنع السيارات الصينية. ماذا قدمتم أنتم؟ ماذا رؤيتكم؟ ما هي الاستراتيجية؟ هل هي استراتيجية اعتقال، استراتيجية قتل وإلى آخره وتحريض؟ احنا نتكلم بواقعية. اخواننا الجزائريين انتبهوا الى بلدكم، اتركوا البلدان الاخرى تتقدم. اليوم انت لما تقارن نحن العرب، نحن نحرر فلسطين بإيش؟ هل نحرر فلسطين ولا يوجد لدينا صناعات عسكرية؟ اليوم لما نجي نتكلم، الدولة الوحيدة التي تصنع الى الان، ونتكلم بشكل واضح، تصنع عسكريا وتصدر، هي دولة الامارات. الدولة الوحيدة صدرت إلى ألمانيا والبرازيل. المملكة لديها رؤية في 2030 أن يكون الاكتفاء الجيش السعودي 50% من صناعات عسكرية تم توطينها عن طريق شركات غربية على أراضي السعودية وبتقنية 50-50، سعودية غربية أو كورية أو صينية أو روسية أو إلى آخره. أنتم ماذا قدمتوا لبلدكم؟ ما هي رؤيتكم؟ احنا لا نريد ان نتكلم وننزل في مستوى اقول لك طابور عدس وطابور حليب وطابور غاز والى اخره، لا، خلونا نرتقي في المستوى ونتكلم. اخواننا الجزائريين، ماذا بلدكم الى اين؟ هل هو ان يقول لي اني سوف افتتح مزرعة لانتاج الحليب؟ يا اخوان، بلدكم لا يجب ان تنتبهوا لها. اليوم المصنع الديكورات الطيران لا يوجد في العالم إلا في المغرب. لماذا أنتم لا يوجد لديكم استثمارات؟ لا توجد لديكم أي ثقة للاستثمار من العالم الخارجي. يعني أنا أعتقد والله يا أخوان، وبالمختصر المفيد، على الإخوة الجزائريين أن ينتبهوا إلى بلدهم، التنمية في بلدهم، الشعارات، اتركوا الشعارات. الناس تنمي بلدها، الناس في الشرايح الإلكترونية، الناس في التي اس ام تي سي التايوانية، شوف إلى أين قفزت بتايوان، من بلد زراعي إلى بلد ينتج الشرايح الإلكترونية. يعني أنت شوف اليوم النفاذة الأمريكية ماذا تتوسع في الشرايح الإلكترونية اللي تكون أسهل على تكنولوجيا العالم، وأنت ولا زلت أنت تستعمل على الفاكس وعلى المراسلة الورقية. بالله هذا بلد؟ أنا أعتقد على الجزائريين أن يتركوا فلسطين. لن تحرروا فلسطين بالسكين وبالبندقية. فلسطين تحتاج إلى طيران نصنعه، تحتاج إلى أسلحة ثقيلة، تحتاج إلى اقتصاد متين. اليوم أي دولة عربية أتحداها أن تدخل في حرب مع أي دولة، لو حرب استنزاف. هل لديك اقتصاد اليوم يعتمد على استنزاف أكثر من 6 شهور؟ أنا أعتقد ما في إلا دول الخليج لديها موارد أخرى على حروب الاستنزاف. الجزائر بلد متأخر ومثقل بالديون ومثقل بالسياسات للأسف غير المتوازنة والعنجهية والمبنية على الشعارات وإلى آخره. اليوم كل جنرال من بلد يهدد الجنرال الثاني، وكأننا نرى في دستور مكتوب فيه من السجن إلى الحكم ومن الحكم إلى السجن. ومثل ما شفناه في جبار مهنا وغيرهم عندما كان في السجن وأراد إخراجه توفيق مدين، وأخرجه وعينه في اليوم الثاني نائبا لقائد الاستخبارات العامة. وفعلا يعني رجل أن تطلعه من السجن وتعينه جنرال، وكأن الجنرالات يعني أن تخلق من أول يوم أو ثاني يوم.
ما هذه الرتبة التي تركب ثاني يوم على الإنسان؟ ألا يوجد تدرج في الرتب؟ يعطيكم العافية، واسف على الإطالة أخوي بتار. آخر أنا بنزل. أهلا وسهلا أخوي أبو عبد العزيز. تفضل أخوي. أول شيء رحب أخوي كلام اليوم ومروان وجاسم علي المجرم الكبير. تفضل أخوي مروان. السلام عليكم. عليكم السلام. وتحية مغربية لإخواننا في الخليج والضيوف الكرام. تحية عربية أمازيغية إسلامية لكم. والله كثر الحديث عن الجزائر هذه الأيام. الخلاف ما بين الجزائر والنظام الجزائري، عندما تدخل دولة عربية في خلاف مع النظام الجزائري، الخلاف يتعدى مرحلة خلاف الأنظمة، يصبح خلاف شعوب. هذه كتجربة مغربية. والخلاف المغربي الجزائري تعدى مرحلة خلاف الأنظمة بكثير، ودخل في خلاف بين الشعبين في الأعراض. أستاذ مروان عندك مشكلة في الاتصال، بعد إذنك عدل المشكلة وتفضل معنا الله يحفظك. أخوي كلام اليوم تفضل، من وين أنت؟ أنا مغربي وكنحيي الإخوان ديالي في الخليج. كل دولة كل رئيس وكل ملك بالاسم ديالو، وكنحييهم على الوقوف ديالهم إلى جانب الإخوان ديالهم المغاربة، والمراحل الاقتصادية المتقدمة والتقدم اللي وصل له المغرب هو بتعاون مع الأشقاء في الخليج، وخصوصا المملكة العربية السعودية مشكورة والإمارات العربية المتحدة. والفضل ديال دول الخليج على المغرب هو فضل كبير، وهذا كيرجع للعلاقات القوية والقديمة والعلاقات يعني الأصيلة اللي كتجمع ما بين الملوك المغاربة والإخوان ديالهم في دول الخليج. أما فيما يخص الخلاف المغربي الجزائري فهو خلاف طويل وعميق، والسبب ديالو دعم الانفصال في المغرب. وهذه القضية هذه العمر ديالها دابا 5 ديال العقود، والمغرب كيعاني وعانى 16 عام ديال حرب نارية من 1975 حتى ل 91، والجزائر جلبات الأرض المرتزقة من العالم وسلحاتهم ودرباتهم من أجل تقسيم المغرب. الجزائر اليوم ما كفاهاش تقسم المغرب على 2، بغات تقسمه على 3، وكتدعم انفصالي الشمال. جمعات واحد 10 ديال الصعاليك واعترفت بهم، واليوم راه كتعطيهم واحد المقر يعني بحال قلنا قنصلية في الجزائر العاصمة، وغادي تفتح لهم مركز ديال التدريب. احنا ولله الحمد المغرب كيدافع على بلاده من زمان. هذا الشيء احنا ولفناه. المغرب مستعد لجميع الاحتمالات. الصحراء مغربية، وهذا من القناعات ديال المغاربة، وهذا واقع على الأرض. والإخوان ديال الخليج كلهم كيأمنوا بأن الوحدة المغربية هي مسألة ثابتة، وكيدعموا الوحدة الترابية للمغرب، مشكورين. وأخيرا البيان الختامي ديال منظمة المؤتمر الإسلامي، في البيان الختامي أنهم كيقولوا بأن وحدة المغرب هي الأصل، وما كاينش دعم الانفصال، ولا يحق لأي دولة من العالم الإسلامي والعربي تدعم الانفصال في أي دولة عربية. المغرب عمره ما دعم الانفصال في الجزائر، وحنا كنعرفوا المشاكل ديال القبائل اللي هذه عقود وهي كاينه على الأرض وكيطالبوا بالاستقلال. عمر المغرب ما ساندهم، عمره ما اعترف بهم. ونرجع للمشكل الأصلي، وهو التعاون الخليجي المغربي. الدول ديال الخليج هي دول شقيقة عندها إمكانيات اقتصادية كبيرة، وهي كتستثمر في العالم ماشي غير في المغرب، ولكن عارفة أن المغرب عنده يعني توابيت، وعنده كاين أمن، وكاين يعني ديمقراطية في البلاد، وكاين منطقة استراتيجية، وكاين آفاق يعني واعدة بالنسبة للاقتصاد المغربي في المستقبل القريب. المغرب كذلك مقبل على مشاريع كبيرة وعملاقة، من بينها الربط القاري ما بين إفريقيا وأوروبا، كذلك الأربوب نيجيريا المغرب، كذلك واحد الطرق كبيرة وطويلة جدا ديال طرق السيار، كذلك صناعة السيارات، صناعة الطيران. والمغرب إن شاء الله غادي
يعني نزز يعني المشاريع ديال كاس العالم قبل من 2030. والمغرب راه قال الكلمه ديالو على المستوى الاقتصادي والامني والسياسي والعسكري، وغادي يقول الكلمه ديالو في كاس العالم ان شاء الله، وغادي يكون احسن كاس العالم هو اللي غادي يكون في المغرب ان شاء الله. ورجع التعاون الخارجي المغربي اللي هما مشكورين وما كيتخلوش على المغرب. وحنا شفنا الزياره الملكيه للدوله ديال الامارات والاستقبال الملكي الاسطوري في دوله الامارات الشقيقه، والمشاريع العملاقه اللي تم الامضاء عليها في الامارات الشقيقه. والامارات داعم كبير للمغرب من الناحيه الاقتصاديه ومن الناحيه العسكريه ومن الناحيه السياسيه. وكنشكر العربيه السعوديه على الدعم ديالها المستمر للمغرب، وكنشكر جلاله الملك السعودي الله ينصرو والله يحفظه لنا. هو كأب ديال المغاربه وحنا كنحترموا الاخوان السعوديين، والقضيه ديال دعم المغرب هي ولات من الثوابت ديال دول الخليج، وكنشكرهم جزيل الشكر. وكنشكرك اخي الكريم على هذا البرنامج الشيق وعلى الفرصه اللي اعطيتيني، وكنحييك والله يحفظك. أهلا وسهلا فيك أخوي. كلام اليوم صراحة كلام معبر وجميل، بس في كلمة أنت قلتها أستاذي أتمنى أني أقف عندها دقائق. أنت قلت أن احنا وإخواننا الخليجيين متعاونين وندعم بعض، وهذا شيء طبيعي. سبب خلافنا مع الجزائريين طبعا هي كلمة الحق مع اخواننا المغاربة وكلمة الانصاف. يعني هم الان يتكلمون على التطبيع ويستخدمون كلمة التطبيع، علما ان علاقاتهم مع تركيا علاقة قوية ولم يستخدموا معهم كلمة التطبيع، بل يحترمون الاتراك. لماذا يحترمون الاتراك؟ هذا السؤال اللي انا صراحة يراودني. ولماذا أسقطوا على الإمارات والسعودية؟ هذا أنا كذلك ألمني، ولكن قد أكون وجدت بعض الإجابات. عندما اعترفنا بالصحراء المغربية الغربية، وكذلك الإمارات فتحت فيها قنصلية في مدينة العيون، هذا الشيء اللي جعل الجزائريين يجن جنونهم ويهطرقون ويتخبطون. لم يكن هدفهم الجزائر فلسطين، ولم يكن هدفهم الكيان الصهيوني والتطبيع، ولم يكن هدفهم، بالعكس هم يبغون دولة عربية متحدة ولكن بدون مملكة مغربية. ممكن أحد من إخواننا المغاربة يفيدني، هل هذا هو الاستعمار اللي يقود السياسة والشعب الجزائري لهذا الحد؟ يعني قوة إدارية وقوة عقلية ويتحكمون حتى بالشعب. يعني قلة لنجدهم أشراف، أنا ما أعمم، ولكن من باب تجربة 99.9 داعمين أي قضية ضد الدول العربية، داعمين أي خلل أو يجعلون أي خلل أمني في أي دولة عربية. دعموا البوليزاريو العصابة على الحدود المغربية، دعموا الانفصاليين في مالي، دعموا الانفصاليين في ليبيا والمخدرات، دعموا وقسموا السودان، ودعموا إيران، ودعموا الحوثيين، ودعموا الاتحاد السوفيتي ضد أفغانستان، ودعموا بشار الأسد ضد إخواننا في سوريا. ما أدري هل أحد يقدر يجاوبني من إخواننا أستاذ كمال أو أطلس أو كلام اليوم؟ نعم يا أخي الكريم. نعم. لا غير بغيت ندخل. تفضل أخي الكريم، تفضل أخي الكريم، تفضل. لا غير بغيت نتكلم نكمل، بغيت غير نشوف كان واش هنا يفيدنا، لحقاش كمال تبارك الله عنده مكتبة في راسو، مكتبة كبيرة. بارك الله فيك. بارك الله فيك. غادي نقول واحد الكلمة عافاك باش نعطي المساحة لواحد آخر ضيف جديد إن شاء الله باش يدخل. القضية ديال السياسة الخارجية الجزائرية، أولا هما ما مستقلينش، كياخذوا الأوامر ديالهم من الإليزي، وهما دائما كيسبحوا ضد التيار. هما فاش كانت الشقيقة مصر كترافع على الحقوق ديالها الدولية المشروعة فيما يخص المياه ديال النيل، العالم الإسلامي كامل والعالم العربي دعم الإخوان ديالنا المصريين. هما دعموا إثيوبيا ملي تم الاعتداء على الشعب الأوكراني واجتياح الأراضي الأوكرانية. العالم كامل بما فيه حلف شمال الأطلسي دعموا أوكرانيا. الجزائر دعمت روسيا،
فيما يخص القضية ديال إيران والمد الشيعي هنا في شمال إفريقيا، كل شيء الدول العربية السنية ضد هذا المشروع. الجزائر احتضنتهم. دعم الانفصال في المغرب، دعم الانفصال في السودان، وكانت هي سبب رئيسي في انفصال جنوب السودان. كذلك ماتت المئات ديال الألوف شقيقة سوريا، ومازال هما كيدعموا بشار الأسد، وهما اللي وقفوا ودفعوا به حتى تقبل وعاود رجعوا على العضوية ديالو في جامعة الدول العربية. هما كيمشوا دائما وكيسبحوا ضد التيار، والقضية الفلسطينية هما كيدافعوا عليها بين قوسين باش يقولوا أن إسرائيل مستعمرة فلسطين والمغرب مستعمر الأراضي الصحراوية. هاد الهضره اللي كيقولوا قالت هاي اسبانيا ملي طالب المغرب بالصحراء ديالو، قالت ان هاد الارض كانت ارض خلاء، والمغرب جبد المستندات وجبد الخرائط وجبد الحجج الدامغه ورفع دعوى في محكمه لاهاي اللي تبين ان كان رباط البيعه ما بين السكان ديال الصحراء المغربيه والملوك المغاربه، وحكمات بان الصحراء مغربيه والمغرب استرجع الصحراء ديالو. وهما اي حاجه عندها المصلحه فيها المصلحه للدول العربيه دائما كيعارضوها. دائما هذه السياسه معروفه عن الجزائريين، وكنتمنى ان شاء الله تكون انتخابات ناجحه في الشعب في الجزائر، ويتم انتخاب جزائري حر اللي يدافع على المصلحه ديال الجزائر. المصلحه الجزائر دوله كتهمنا، ودوله كبيره، ودوله عندها اقتصاد كبير، وكتهمنا تكون عندها ديمقراطيه ويكون عندها اقتصاد متنوع وتكون دولة متقدمة. ولولا النباهة ديال المغرب وحسن الخلق ديال المغرب والسياسة الراشدة ديال جلالة الملك، وكان راحنا في حرب طاحنة مع الجزائر غادي تحرق الأخضر واليابس. ولكن السياسة الراشدة ديال جلالة الملك وديال الحكومات المغربية المتعاقبة دائما كنتفاداو المشاكل مع هذه الدولة اللي حشرنا الله إلى جانبها. كنحييك أخي الكريم على هذا الموضوع، وكنحيي الإخوان الخليجيين. بس انا اختلف معليش اخوي كلام، اختلف معك في نقطه معينه وبعطي المايك كمال. استاذي انت قلت ان عنده دوله قويه اقتصاديا وقويه سياسيا. للاسف انا اختلف معك، الجزائر ليس لديها قوه سياسيه ولا اقتصاديه، لان حتى لو جاء رئيس شريف لا يستطيع التحكم بالاقتصاد والسياسه الجزائريه، لان المتحكم الاساسي هي ماما فرنسا. بعد اذنك نعطي المايك استاذ كمال. تفضل اخوي استاذ كمال. كمال كرو كمال الميكرو اللي فيرمي. حاجة يمكن عنده شي حاجة. تفضل اخوي المغربي الكبير. نعم معك، انا معك. تفضل كمال. انا معكم. نعم انا كان عندي المايك وكنهضر. المهم تحياتي لكم. المغرب كبير، تحياتي لك. المهم كاينين بعض الاسئله اللي طرحهم الاخ ابو عبد العزيز. يعني قال لك ما هو الفرق بين المغرب والجزائر؟ المغرب كيبني اقتصاد قوي يعني بشراكات مع دول عربيه، وكيقوم يعني بمجموعه من المشاريع في الاراضي المغربيه ديالو. اليوم المغرب قال لك كيعرف طفره اقتصاديه كبيره عكس الجزائر اللي هي ما زالت متخلفه وما زالت يعني لا تفعل أي شيء. الفرق يا أخي غادي نقول لك هو أن المغرب هو بلد مستقل. المغرب بلد مستقل له سيادته، ومن خلال هذه السيادة يبني علاقاته السياسية وعلاقاته الاقتصادية على سياسة رابح. لذلك الفرق هو الاستقلال. أما الجزائر مقاطعة فرنسية، لا سيادة لها ولا استقلال لها ولا علاقات لها ولا سياسة لها ولا أي شيء. وحتى السياسة من يتحكم فيها هي فرنسا، لأن نعم حتى السياسة يتحكم فيها قصر الإليزي، لأن النظام الجزائري كنعرفوه كيحكم بسياسة موازية لسياسة فرنسا، وهذا واضح. لكن المغرب دولة مستقلة، وأقول أنا كمغربي مغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس. مغرب يعني اليوم له سيادته كيف قلت لك تحت إطار سياسة رابح. لكن
باش نثبت لكم على ان المغرب اليوم دولة مستقلة عكس الجزائر، سيادة الدول تظهر من خلال السيادة المالية للدول. والمغرب الحمد لله طرد المستعمر الفرنسي. المستعمر الفرنسي، الاستعمار الفرنسي ليس الاستعمار الذي يعني عن طريق الجيش، وإنما الاستعمار الفرنسي المادي الذي يتحكم في اقتصاد الدولة. من خلال هذا الطرد يعني للاستعمار الفرنسي المادي رأينا آخر طرد، ألا وهو تواجد لمؤسسة بنكية واللي كانوا كيلعبوا عليها الجزائريين. تم شراء هذه المؤسسة البنكية من طرف واحد المواطن مغربي اسمه حفيظ العالمي، اشترى الأسهم الفرنسية في بنك الشركة العامة الذي كان تابعا لفرنسا، لكن اليوم أصبح ملكية مغربية 100%. وطردنا المستعمر الفرنسي من الجانب المادي، الاستعمار المادي. لذلك الآن المغرب لما أصبح يسيطر على أمواله وعلى ثرواته، فإذا به بدأ ينشئ استثمارات مبنية على الثنائية مع الدول الاتحاد الأوروبي، ويدخل المستثمرين اللي بغى ويخرج المستثمرين اللي بغى، وبدأ يصرف ثروته في بناء مصلحة بلده وخدمة لأبناء بلده. عكس الجزائر اليوم كنشوفوا على أن الخزينة الفرنسية توجد في الجزائر. ووزارة المالية لما كتخرج التقرير السنوي ديالها في البرلمان الجزائري كيتكلموا على الأموال اللي كتهز من المال العام ديال الشعب الجزائري وكتوضع في الخزائن الفرنسية اللي هي موجودة في فرنسا. لذلك الفرق هو الاستقلال، وهذا دليل على أن المغرب مستقل. احنا كنشوفوا المغرب في طريق النمو، أما الجزائر لا طريق لها، لا طريق النمو ولا طريق التقدم ولا أي شيء. أما فيما يخص يا أخي بطار على أن الجزائر يعني لماذا الجزائر يسقطون عليكم، تكلمت في هذا الموضوع البارح في اللايف ديال واحد الأخ إماراتي أو سعودي على ما أظن، ووضحت الأمور بينما كانوا جزائريين يظنون على أنفسهم ربما يعني عندهم واحد الزاد سياسي لكنهم جاهلون. حتى الجزائري لا يعلم ما هو سبب الخلاف بين الجزائر وما بين السعودية. الخلاف بدأ سنة 2022 لما الجزائر أرادت تنظيم القمة العربية في الجزائر وسمتها قمة لم شمل العرب، لم الشمل، لكنها لم شمل النمل ليس العرب. لذلك الجزائر أرادت أن تخنشل، أي معنى كلمة تخنشل يا أخي بطار هذه احفظها، الخنشلة هي سرقة اعتبار الدول. نعم، خنشلت، أرادت أن تخنشل باش يفهمون حتى الجزائريين، أرادت أن تخنشل من خلال هذه القمة العربية اعتبارات ديال الدول العربية الوازنة اللي عندها هبة وعندها مكانة وعندها وزن. رأينا خنشلتها للدولة الأردنية لما أحضرت الفصائل الفلسطينية، أحضرت الفصائل الفلسطينية إلى الجزائر. يعني هنا اعتبار مصر والأردن خنشلته الجزائر بواحد الطريقة غبية من دون أن تقوم ولو بمراسلات دبلوماسية، لا مع الأردن ولا مع مصر ولا مع رئيس الجامعة العربية ولا مع رئيس رئيس لجنة القدس ولا مع السعودية رئيسة الحرم المكي ولا أي دولة يعني عاملت العمل الفردي. فأحضرت الفصائل الفلسطينية وتلاعبت بالقضية الفلسطينية حتى أنها هددت يعني الأراضي الفلسطينية من طرف إسرائيل، وأعطتهم ذريعة لمحو كل ما هو معتقد ديني وإسلامي سموه تاريخي إسلامي. لذلك تدخل الدول العربية يعني وأشادوا بالعمل الجماعي اللي كيقوم به المغرب عن طريق رئيس لجنة القدس، أشادوا بالمغرب، ولهذا الجزائر لم يعجبها الحال. خنشلت اعتبار يا ربي دولة مصر ودولة الأردن عن طريق تبنيها الجماعات الإسلامية اللي هي موجودة في الأراضي الفلسطينية، وهذا اعتبار الأردن ودولة مصر. من بعد ذلك رأينا الجزائر تقول لم شمل الدول العربية، وأرادت أن تقوم بمبادرة ألا وهي إرجاع بشار الأسد إلى الجامعة العربية بعدما تم طرده من الجامعة العربية بإجماع الدول العربية مدة 12 سنة. يعني هذا بشار الأسد الذي يعتبر في نظر العالم على أنه مجرم حرب وأنه استعان بالإيرانيين واستعان حتى بالروس من أجل قتل السوريين، جاء عبد المجيد تبون وقال أن إعادة بشار الأسد إلى الجامعة العربية واجبة وأنه لا يخرق الشرعية. لذلك الجزائر
هذا الارجاع ديال بشار الاسد الى القمه العربيه، الى الجامعه العربيه، الجزائر لم تقم لم تقم بالاعراف الدبلوماسيه المتعارف عليها، الا وهي الاتصال بالسعوديه والاتصال بالجامعه العربيه لكي تقوم بهذا معهم بهذه المشاوره واخذ هذه المبادره. لذلك راينا الجزائر راينا السعوديه مباشره قبل القمه العربيه احضرت اجتماع ديال مجلس دول تعاون الخليج، المجلس ديال الدول ديال تعاون الخليج. هذا المجلس من حق الخليجيين، دول الخليج هما من يشاركون فيه. لذلك راينا عبد المجيد تبون يتدخل فيما لا يعنيه ويقول السعوديه تقوم باجتماع مجلس التعاون الخليجي وتريد هذه المبادره لنفسها من اجل اعاده بشار الاسد، وينتقد خرج بيانات عن طريق الاستخبارات الجزائريه تكتب وتسيء الى الملك بن سلمان وتقول على ان وضع الملك بن سلمان قراراته مثل قرارات رئيس الجامعة العربية. قالوا قرارات صبيانية، قالوا مجموعة اسقطوا على العربية السعودية مجموعة الاتهامات. لذلك لما جاءت الجزائر من أجل إقامة القمة العربية وهذا الاجتماع ديال مجلس التعاون الخليجي، لم يقوموا بالتصويت من أجل إقامة الجامعة القمة العربية في الجزائر إلا بشروط أن يأتي المغرب، لأن الجزائر أرادت